بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده جايلكم بفيديو جديد ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. هنعمل مع بعضنا كده زي برواز او زي حاجه كده جميله صغننه كده، تحط فيها صوره، تقدري تحط فيها صوره، تقدري تحط فيها اي حاجه موجوده عندك، اي برواز، صوره عندك انت متصوراه، حاجه جميله. وانا شفتها على فكره على اليوتيوب فهي عجبتني، لان الحاجات اللي انا هستخدمها فيها دلوقتي انا متاكده انها موجوده عندكم في كل بيت. هو حاجه بسيطه خالص، وصور كمان استخدمتها من عندي في البيت، هوريكم دلوقتي كل حاجه. يعني مش حاجه مش هتكلفكم حاجه خالص، بدل ما نروح دلوقتي بقى نشتري برواز، البراويز غاليه والحاجات دي كلها غاليه. فانا عملت الشكل اللي معاكم ده اللي انتم شايفينه ده، ان شاء الله باذن الله يعجبكم. تعالوا مع بعضنا بقى كده هوريكم انا استعملت ايه. حاجات مش هتتوقعوا خالص الشكل ده الجميل ده انا عملته من ايه. يلا مع بعضنا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الفيديو الجميل بتاعنا. بصوا بقى اللي انا حاطاه قدامي دوت ورق ابيض عادي خالص، جايباه من مذكره عندي. بصوا مذكره والله كانت موجوده اهيت، ورق ابيض خالص، ناحيه ابيض وناحيه كتابه، او انتوا عندكم ورق ابيض خالص براحتكم، بس انا عايزاه اهم حاجه تكون ناحيه بيضه. ناحيه بيضه، يعني انا عندي اللي متوفر عندي دلوقتي في الناحيه المذكره مكتوب فيها والناحيه تانية بيضه، فانا هستعمل الناحيه على الناحيه البيضه دلوقتي. هوريكم احنا هنعمل ايه. وهستعمل كمان معايا، يكون معايا صمغ او معاكم امير او معاكم مسدس شمع اللي متوفر عندكم، ومعايا مقص عشان اقص بيه الورقه دلوقتي، وكمان معايا العصايه بتاعه الكفته اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي. يلا بقى مع بعضنا نشوف احنا هنعمل ايه. هجيب ورقه معايا اهيت خالص، الورقه اللي انا قلت لكم عليها، واروح جايه تانياها كده زي ما انتم شايفين. الورقه معايا اهيت، هتنها على الناحيه اللي جوه، اللي هي الكتابه اللي جوه، او لو انتوا معاكم الورقه بيضه خالص اتنوها براحتكم بقى زي ما انتوا عايزين. انا هتنيها كده اهو، تنيت الورقه معايا اهيت، الورقه معايا، رحت جايه تانيها كده، واروح جايه قطعها بالمقص، مفيش اي حاجه خالص. هروح جايه قطعها كده بالمقص. بقوا اتنين معايا همت بعد ما قطعتهم كده بالمقص اهو. تمام. هروح جايبه بقى الورقه بتاعتي على الناحيه ديت، لان انا عايزه الحته البيضه هي اللي تبقى بره. واروح جايبه اللي هي بتاعت الكفته، العصايه بتاعت الكفته. واروح جايه، بصوا هقول لكم تاني اوريكم تاني عشان تبقوا عارفين انا عملت ايه. انا جبتها هي العصايه بتاعت الكفته ديت، وبروح جايه من على طرف الورقه كده، من اي طرف عندكم، اي طرف عندكم بتاع الورقه، واروح جايه عاملاها كده. ثبت الطرف اهو، هروح جايه حطاها كده، وافضل هلف معايا كده. تمام. هفضل الف معايا كده لحد ما تبقى معايا هي كمان عصايه طويله كده. طيب الامير هستعمله فين بقى، او الصمغ بتاعها هستعمله فين؟ هحط منه حته كده، عشان الورقه بتاعتي دي تتمسك ما تفكش مني تاني. تمام. حطيت منه حته اهيت، هروح جايه مقفله عليها. تمام كده بس. وطلعت معايا بنفس النظام اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. بصوا كده. هعمل بقى، انا هعمل معايا 16 واحده، انا محتاجه 16. انت حابه تكبريها انت وراحتك. انا اللي انا هعمله دلوقتي والشكل اللي انا هعمله دلوقتي 16. حابه تعملي زي ما انا هعمل دلوقتي، فانا هعمل 16 واحده من ديت، عشان انا محتاجه كل 4 لوحدهم، يعني 4 و4 و4 و4. فانا هوريكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله انا هعمل ايه. هكمل بقى مع بعضنا، هعمل نفس النظام نفس ما انا هعمل لكم كده واوريه لكم ان شاء الله باذن الله. تمام كده. بصوا بعد ما انا خلصت خلاص الكميه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها اهي، هبدا ان انا دلوقتي هعمل ايه. دلوقتي هوريكم ان شاء الله باذن الله. همسك الاول كل واحده كده، واروح جايه كده من على الطرف بتاعها، واروح جايه قصاها من هنا مسوياها. يعني انا همسكها بالمقص واروح جايه مقصه مساويه الحته ديت من على كل واحده، مساويه الطرف بتاعته. هوريها لكم دلوقتي برضه. بصوا يا حلوين، انا هجيب واحده اهي، هروح جايه من على الطرف ده واروح جايه قصاها كده من الطرف التاني برضو كده، عشان بس اخليهم مساويين. ماشي. هعمل بقى كلهم كده وارجع لكم تاني. انا خلاص سويتهم اهو زي ما انا وريتكم. هبدا ان انا اعمل ايه دلوقتي. جبت ورقه ورحت جايه مقطعاها كده اهي بالنص كده، هاخد منها كده
هقطعها كده 4 زي ما انا يعني على حسب العدد اللي انا هستعمله. مش انا قلت لكم 4 و4 و4، هقطعها 4 كده. ليه؟ هوريكم دلوقتي. وراح جايه برضو مقطعه ديت كده اهو. نقطع دي كمان اهيت. تعالوا بقى مع بعضنا نشوف احنا هنعمل ايه. بعد ما قطعتهم اهو زي ما انتم شايفين كده معايا 4، هجيب من ناحيه بقى كده وهبدا ان انا الزق عليها. هلزق كده، هوريكم بس الاول وبعد كده انا هلزقهم انا. هوريكم الاول كده معايا. هبدا ان انا الزق كده، يعني هلزق كده يعني خلف خلاف كده، يعني ما يبقوش كلهم طول بعضهم. تمام. هوريكم دلوقتي بس هحطها بس كده وبعد كده هلزقها واوريها لكم. انا هشتغل كده، شايفين انا عملت ايه؟ هشتغل كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده خلف خلاف. هلزقها بقى واوريها لكم ان شاء الله. هجيب الورقه معايا كده اهيت، هحاول بس انا عايزه اوريها لكم. اروح جايه حاطه عليها مسدس الشمع كده. هلزق بقى كده معايا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحده زي ما انا وريتكم. هلزق التانية تحتها بشويه مش قصاد بعضهم. بصوا في فرقه ما بين دي ودي. دي برضو عكسها كده تحت شويه كده بس حته من مسدس الشمع. وهلزق الرابعه. تمام. بقى معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الورق الزياده ده طبعا هقصه طبعا بالمقص، مش هسيبه كده. هكمل بقى اللي معايا كلهم بنفس ما انا وريتكم دلوقتي. انا خلصتهم الاربعه اهمت بقوا زي مع بعضهم اهو. هو خدي بالك بس هو الفيديو طويل بس شويه علشان خاطر انا بصور، لكن لو انت بتعمليه من غير ما تصوري صدقني مش هياخد منك وقت خالص. بصوا تمام كده انا خلصتهم اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف مع بعض كده هنشتغل هنعمل ايه. انا قلت لكم بقى الصور عندي اختياري. الصور اللي انا هجيبها من عندي دلوقتي صور من كتاب. انا ما عنديش حاجه خالص دلوقتي، فانا هجيب صور من كتاب قديم بتاع ابني خالص. حاول ان انا اخد الصور دي كده هقطعها مربع كده واحاول ان انا احطها معايا دلوقتي تبقى شكلها جميله. بس احاول ان انا ادمج الصور تبقى كلها شكل بعضها كده تبقى شكلها حلو. هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. جبت ورقه معايا ورقه برضو من الورق بتاع العادي خالص، ورحت جايه تانية كده زي ما انتم شايفين اهو. هبدا ان انا اعمل ايه هوريكم دلوقتي برضو. هحط الورقه كده هوريها لكم دلوقتي وبعد كده الاول الزقها. ان انا هعمل كده وهبدا ان انا اعمل كده واحط دي تبقى فوق وده كده. شايفين الشكل معايا عامل ازاي؟ شايفين الشكل اللي معايا ده؟ الشكل ده هلزقه بقى دلوقتي وارجع لكم تاني بعد ما خلصته معاكم اهوت ولزقته. بصوا بقى عامله ازاي. هو شكله اساسا كده خلاص بقى تمام ما شاء الله. بصوا عامل ازاي جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الصوره اللي احنا هنقطعها مع بعضنا. زي ما قلت لكم انا هاخد صوره من كتاب، هنقي صوره كده تكون حلوه واحاول انا اظبطها واحطها بقى ان شاء الله. يلا مع بعضنا نشوف احنا هنعمل ايه. انا قطعت الصوره ديت اهي اللي انتم شايفينها اهي. بصوا اخترت الصوره ديت هلزقها كده تبقى معايا جوه كده. هتبقى بالمنظر ديت جميله والله جميله، فكره جميله ما شاء الله. هلزقها بقى واوريها لكم ان شاء الله. واخيرا يا حلوين خلصت البرواز الجميل بتاع حد مصدق ان هو حلو كده. انا عملت 2. ده برواز عملت اهوت، عملت عليه صور كده زي ما انتم شايفين. وده برواز تانية كان عندي الحاجات ديت كده فرحت جايه لازقاها كده بالشمع. ايه رايكم؟ وانا واحد احلى بالنسبه اللي انا حاطه عنده صور ولا اللي انا حاطاه عنده اللي هي الفروع ديت؟ الزق هنا فروع انا عندي منها برضو. بس ايه رايكم في النتيجه؟ ما شاء الله جمال وعجبوني جدا. بصوا ما شاء الله حاجه كده تفرح والله العظيم. انا مبسوطه جدا ان انا عملت الحاجه دي. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم. ما خدش مني وقت خالص، حاجه بسيطه كده جدا وخفيفه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعي يكون عجبكم ما كنتش طولت عليكم فيه. حبايبي واصدقائي الحلوين والناس اللي جايبينها ما تنسوش تعملوا لايك جميل، والناس اللي ما اشتركتش عندي في القناه ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه. بس اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي انا عملته، لان انا الصراحه مبسوطه بالحاجه الجميله ديت. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.